السلام عليكم الاخوات، مزيان بخير؟ كنتمنىكم ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير وبصحه جيده. الاخوات، كيف ما العاده، كيف ما ولفنا مع بعضياتنا فيديو جديد نهار جديد، واليوم غيكون عندنا الطبيله نتاع سيدنا رمضان اللي متنوعه متشكله غزاله. المهم الاخوات يكون فيها كيف ما شفتوا في الاول التيراميسو بالحامض، وغادي يكون فيها الحريره، البطبوط، البريوات. المهم تكون طبيله متنوعه، العصير، لي صالاد. المهم طبيله متنوعه، كنتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب نتاعكم ونكون خفيفه على قلبكم. وكنقول الاخوات الجدد مرحبا بكم، والقدام الدار داركم، والاخوات اللي اول مره غادي يشوفوا الفيديو مرحبا بكم. ما تنساوش تنضموا لينا للقناه. المهم الاخوات، كيف ما كتشوفوا راه الصوره موضحه راسها، غتكون عندنا تشكيله غزاله ان شاء الله. كنتمنى ان شاء الله الفيديو ينال الاعجاب نتاعكم، ونخليكم مع البدايه نتاع الفيديو. كيف جا اول حاجه الاخوات، شوفوا لي التقرميشه. شوفوا الاخوات على التقرميشه كي جاو فنين ما شاء الله. جاو غزالين الاخوات. المهم انا بغيت غير نشاركهم معكم حيتهم مازالين سخان كما قلت لكم. كذلك السيجار اللي جا غزال كما كتشوفوا الاخوات. كيف ما سمعتوا الاخوات، البريوات والسيجار. دابا الاخوات غادي نبداو اول حاجه بالتيراميسو. غادي نبداو بالسيرو نتاعها باش غادي نسقيوها. عندي الاخوات تما كاس نتاع السكر سنيده، كاس ونص نتاع الماء، داك القشور نتاع الليمون، واحد جوج حبات اللي عصرت، يعني ما عصرتش جوج حبات، عصرت بزاف ولكن خديت انا غير زوج ودرتهم الاخوات يغلاو. من بعد ما بدا يغلى داك السيرو حسبت له 10 دقائق كيف ما كتشوفوا، صفيته وحطيته الاخوات. هنا الاخوات غادي ندوزو للكريمه نتاع الحامض، هي الاولى. عندي فيها تما 3 البيضات هما الاولى. غادي نديروا واحد الكريمه اللي اقتصاديه وزوينه، سمحوا لي، وكتجي لذيذه غزاله. غادي ندير 2 معالق كبار نتاع الكريم باتيسري، تقدروا تعوضوهم بالنشا ولكن الكريم باتيسري كان احسن. غادي ندير 3 المعالق نتاع سكر كلاصي. غادي نخلط مزيان البيض مع الكريم باتيسري وسكر كلاصي مزيان الاخوات باش يتسطلق. عاد نبدا نضيف السوائل الاخوات اللي هو الحليب والحامض. عندي كاس الا ربع نتاع الحامض كيف ما شفتوا، وعندي معلقه نتاع لوزيس نتاع الحامض، معلقه عامره الاخوات. كنخلط داكشي مزيان، وغادي ندير الكاس الاول نتاع الحليب، الكاس الثانيه الاخوات. غادي نحرك غير واحد شويش وغادي نردو من فوق الغاز الاخوات. دابا في هذه اللحظه يدي ما تحيدش عليه حتى كطيب الكريمه نتاعي كيف ما كتشوفوا. غادي نديرها انا في هذا الطراب هذا. غادي نديرها في داك المول نتاع، في داك البينيو هذا نتاع الطراب. نديرو في هاد الطويصه هادي، وغادي نخليه يدفى شويه. غنغطيه ونخليه يدفى شويه باش ندخلو للثلاجه، باش منين نخرجو نيشان نطربو فيها بلا ما نبقى كل مره ندير في حاجه ولا هذا. هكذا كان احسن. كيف ما كتشوفوا كنغطيه وكنغطي له كي يلامس الوجه نتاعو باش ما يديرليش داك لاكخود من الفوق. هنا الاخوات الكريمه من بعد ما بردات غادي نطربها مزيان. هنا الكريمه الاخوات بدات كتطلق راسها. غادي نبدا ندير الزبده. عندي تما 100 غرام نتاع الزبده الاخوات، نوعيه مزيانه. هاد الكريمه كتجي غزاله. المهم تيراميسو بلا جبن بلا حتى شي حاجه.
راها كتجي غزاله هاد الكريمه، كنتمنى ان شاء الله تجربوها. الاخوات اللي عنده الجبن يقدر في هاد اللحظه هادي، يعني من بعد ما تطلع هاد الكريمه يزيد واحد 2 معالق نتاع الجبن، غير هو ان تكون جبن ناشفه من الماء. كيف ما كتشوفوا الاخوات الكريمه نتاعي وجدات. انا راني بغيت يبقى فيها داك لوزيس نتاع الحامض، يبقى في الكريمه نتاعي باش كتجي منكهه ومن السما اكثر. هنا الاخوات غادي نبدا نمونطي التيراميسو نتاعي. كيف ما كتشوفوا انا خديت هاد الجيب، هاد البوش هذا غادي نعمرو بالكريمه. انا الاخوات خديت واحد الباكيه نتاع لي بودوار، هادو نتاع بيم، دايرين شي 13 درهم ولا 12 درهم هكذاك. المهم كنسبق الاخوات الكريمه هي الاولى، ماشي بزاف غير واحد شويش كيف ما كتشوفوا، غير باش منين نحط لي بودوار نتاعي تكون كاينه الكريمه شي شويشه هكذا من التحت. مع الاخوات غادي نبدا ندوز لي بودوار في السيرو اللي صيبنا من بعد ما برد. المهم الاخوات انا واحد النقطه اللي مهمه بغيت نشاركها معكم باش ما تطيحوش في هذا الغلط اللي طحت فيه. هنا لي بودوار بحال اللي ماشي دوزوهم غير مره واحده، دوزوهم وعاودوا واحد 2 المرات. هادو نتاع بيم، صراحه انا اول مره غادي نجربهم، جاوني باللي كيبقاو ناشفين شي شويش. المهم هاد النوع هذا كيبقى ناشف شي شويش نتاع بيم. كيف ما قلت لكم يعني دوزوهم في السيروم وعاودوا، ولكن الا كنتو كتاخذوا شي نوعيه واحده اخرى ردوا معاهم البال باش ما يشربوا لكمش السيروم بزاف ويجيو متختخين بزاف. حيت انا كنت كندوزهم في السيروم ونخطف يدي دغيا دغيا، لانني زعما كيسحبت ليا بحال لي بودواغ اللي مولفه ناخذ كيكونوا كيشربوا دغيا. هادو تصابوا شي شويش ما كيشربوش دغيا. المهم الاخوات درت الطبقه نتاع الكريمه، غادي نزيد لي بودواغ. دابا انا كان الطبقه الثانيه كندوزهم في السيروم كيف ما شفتوا حتى غادي نكمل المون نتاعي. هاد التيراميسو راه جا غزاله الاخوات، الكريمه المهم غزاله ما نقولكمش، غير لي بودواغ كيف ما قلت لكم هادو نتاع بيم شربوهم شي شويش مزيان. كيف ما كتشوفوا انا قادت هكذا لي بودواغ نتاعي، كنزيد نعمر البوش نتاعي بالكريمه اللي بقات. شوفوا الاخوات هاد المقدار اللي قلت لكم نتاع الكريمه راه كتجي نيشان مع هاد القالب هذا، القياس نتاعو 26 سنتيم، كتجي نيشان وكتجي كتدخل فيه باكيه نتاع لي بودواغ اللي صغيره. المهم نتاع بيم، حيت راه كاينه الباكيه اللي كبيره. يمكن نزيد الاخوات الكريمه اللي بقات ليا، غادي نزيدها من الفوق. انا بغيت نخلي شي شويش من هاد الكريمه حيت محتاجاها. كما قلت لكم الاخوات خليت شي شويش نتاع الكريمه غادي ندير بها ان شاء الله لي بريوش، غنشاركهم معكم تا هما ان شاء الله. المهم الاخوات كنقادد الوجه نتاع التيراميسو كيف ما كتشوفوا. هنا غادي نزين غير بشويش هكذا نتاع لوزي السيترون اللي بقى ليا. المهم الاخوات كنتمنى ان شاء الله تجربوها، راه كتجي غزاله واقتصاديه كيف ما قلت لكم، ماشي ضروري المسكرابون. المهم زينتها هكذا. الاخوات ندخلوا دابا في الحريره. هنا عندي قطعه اللحم، واحد البصيله صغيره مقطعه، عندي واحد الزلافه معمره نتاع القزبر ومعدنوس وكرافس، عندي زليفه نتاع الحموصه الاخوات، عندي تما واحد المقدار نتاع 3 المعالق العدس الاحمر الاخوات، عندي تما واحد المعلقه صغيره مع مراش نتاع الحلبه، وعندي عويضه القرفه. اخوات جربوا الحلبه في الحريره راه كتجي غزاله. انا عندي مطيشه كانت عندي كونجلي. اخوات اللي غادي يديروا مطيشه صحيحه يغسلوها ويلوحوها هكذاك دابا، من بعد ما طيب الكوكوط نتاعكم جبدوا داك مطيشه وطحنوها وصفيوها وزيدوها للحريره. المهم الاخوات غسلت داك العدس والحلبه والعويضه القرفه، نزيدهم على الكوكوط. غادي ندير قياسي نتاع الملحه، مقدار واحد المعلقه.
اكيد انني زدت الملحه. درت معلقه ونص د الخرقوم، معلقه نتاع الابزاره الاخوات، حيت درت نجره عامره نتاع الحريره، 2 معالق نتاع القزبور يابس، معلقه صغيره نتاع الخرقوم نتاع سكينجبير، معلقه نتاع الزيت. ما تفوتوش معلقه في الحريره الاخوات. واللي عندها السمن دير السمن بلا ما دير الزيت، بلا ما دير الزيت كان احسن. صافي الاخوات كنروي، راه ما كنقليها ما والو، نيشان. كنقفل على الكوكوط نتاعي، غادي نديرها طيب وغادي ندوز الاخوات للطاجين. تما كنقول لكم راني دايره البيض يتسلق باش غادي ندير الصلاد وباش نعمر البطبوط. في نفس الوقت غادي نوجد الطاجين نتاعي. كيف ما كتشوفوا انا عندي كما قلت لكم مطيشه واجده. درت مطيشه عندي تما واحد 6 نتاع الضريصات نتاع الثومه اللي صغار، واحد 2 معالق نتاع القزبر ومعدنوس، والكفيته الاخوات اللي كنت متبلاها ومكوراها وعندي واجده. غادي ندير واحد 2 مغرفات نتاع زيت الزيتون، غندير قياسين تاع الملحه، واحد نصف ملعقه هكذا. غادي ندير معلقه نتاع الفلفله حمراء الاخوات. انا عندي مطيشه حمراء وحلوه، ماشي ما تحتاجش فلفله حمراء بزاف. عندي واحد المعلقه نتاع القزبر يابس ومعلقه نتاع الكمون. هنا الاخوات الحريره نتاعي راها طابت. عندي غير راس المعلقه نتاع الهريسه. الحريره الاخوات كما قلت لكم غادي نحل عليها، غادي نقفل على الكوكوط نتاعي، على سمحوا لي على الطاجين، نخلي داك لاصوص طوماط طيب غير تغلى واحد شويش. انا الحريره الاخوات وجدات، الحمص طاب، التدويره واجده. سمحوا لي الحمص طاب والتدويره عاد نديرها الاخوات. كيف ما كتشوفوا الاخوات راه يدنا هنا ويدنا هنا في الطاجين في الكوكوط. المهم كنبقاو ماشيين وحده وحده. هنا خديت الاخوات واحد نصف كأس نتاع الدقيق. المره الماجيه ان شاء الله غادي نشارك معكم الحريره بالدجاج وبالخميره بلديه. خديت واحد المعلقه كبيره نتاع مطيشه د الحك، غادي نخلطها هكذا. درت لها الماء وغادي نخلطها ونخليها واحد شويش على ما تذوب لي داك مطيشه. دزت نقي البيض نتاعي الاخوات، ما نضيعوش الوقت. هنا نقيت البصله باش غادي نديرو الحشوه نتاع البريوات غادي نديرو بريوات بالكفته والفلافل. هنا الاخوات زدت لها لداك الدقيق، زدت له الماء طايب باش تذوب لي مطيشه دغيا، وفي نفس الوقت باش نزيد للكوكوط نتاعي الماء. غادي نصفي الدقيق نتاعي. تقدروا في هذه المرحله دوزوها في طحنوا في المونينيكس وتخويو نيشان. رديت الكوكوطه الاخوات، غادي نخليها كيف ما كتشوفوا كطيب باش طيب لي مزيان. انا على الاقل كنطيبها واحد الساعه د المكانه من بعد ما كندير لها الدقيق. في نفس الوقت يدي على الطاجين. المطيشه نتاعي راها وجدات في الطويجين. غادي نبدا ندير الكفته كيف ما كتشوفوا. راه ملي كنخدموا داكشي اللي قبل راه كيجينا الامر شي شويش ساهل. بعدا ستفت الكفته نتاعي في الطاجينه الاخوات. في نفس الوقت يدي على طنجره الحريره، لان هاد المرحله الدقيق كيكون كيلصق. انا الاخوات غادي نقلب الحريره نتاعي في هاد الطنجره كبيره. غادي ندوز باش نوجد الحشوه نتاعي للبريوات. كنتكتك البصله كيف ما كتشوفوا. عندي تما الاخوات خليط ما بين الفلفله الحمراء والخضراء، درتها في داك الصفاي حيت انا كانت عندي في المجمد. غنخلي البصله نتاعي تنزل هي الاولى واحد شويش، عاد غادي نزيد الفلفله. درت الاخوات هاد الفلفله الحمراء والخضراء هي الاولى، عاد باش نزيد وحده صفراء.
حيت هذه كانت عندي في المجمد كيخصها ضروري تشرب واحد شويش. هنا عندي الكفته درتها حتى هي في هاد الصفاي. غادي ندوز نقطع واحد الحبه نتاع الفلفله. كما قلت لكم الفلفله هذه طريه، داكشي علاش ما درتهاش في الاول، حيت الاخرى فيها واحد النسبه نتاع الماء كيخصها تشرب. غادي نقطع الاخوات هاد الفلفله نتاعي. غنقطعها هكذا مكعبات صغار باش تشحر لي مزيانه الاخوات. هكذا راه كتجي هي هذيك مع الفلفله الاولى. تقدروا الاخوات ديروا غير نوع واحد. تما عندي واحد الحبه نتاع خيزو ويدي على الطنجره الاخوات، حيت الدقيق كيلصق من التحت، خصنا ما نساوهاش. طنجره نتاع الحريره، كذلك الطاجين. هنا الاخوات الطاجين تاعي راه واجد، ما غاديش نغطي عليه دابا، غادي نخليه غير يشرب ليا شي شويش داك المريقه وغنطفي عليه. غادي نزيد هاد الحبه نتاع خيزو اللي محكوكه في الحكاكه الغليظه. غنزيد الكفته نتاعي من بعد ما نزلت ليا داك الحبه نتاع خيزو. درت قياسي نتاع الملحه، مقدار واحد نص معلقه ولا ربع معلقه هكذاك. شي شويش نتاع الابزار، ماشي بزاف الاخوات. معلقه فلفله حمراء، راس معلقه الهريسه. هنا عندي الاخوات الزيتون مقطع. كما كتشوفوا راني كنبقى نضرب على الكفته نتاعي باش كتفرتت. عندي واحد المعلقه نتاع القزبور، واحد المعلقه د الكمونه الاخوات حتى هي. عندي جوج مكعبات نتاع الفيرميسيل، غادي ندير لهم الماء طيب ونخليهم يطلقوا. هنا عندي الاخوات واحد مقدار واحد جوج معالق نتاع الشعريه الرقيقه والمحمصه، غادي نديرهم للحريره حيت الحريره نتاعي الدقيق راه طاب. الحشوه الاخوات ضفت لها داك الزيتون، زدت لها واحد الحبه نتاع الحامض مصير مقطع رقيق. انا عندي الحامض مصير غير صغيور الاخوات. غادي نشحرهم واحد شويش. غادي نزيد عليهم الفيرميسيل اللي قطعتها بالمقص كيف ما كتشوفوا، وغادي نبقى كنشحر فيها. هو الغاز مازال عندي مشعول. هنا الاخوات في المهراز عندي خليط ما بين القزبر والمعدنوس والكرفس، كنت حيدته من الاول مقدار واحد جوج معالق ولا 3. غادي ندقهم هكذا مزيان وغادي نديرهم للحريره نتاعي. الحريره نتاعي دابا راها واجده الاخوات. من بعد ما غادي ندير له هاد القزبر ومعدنوس والكرفس، غادي نخليها غير واحد 5 دقائق وغادي نطفي عليها. هنا قربت لكم الصوره. الحريره نتاعي كيف ما كتشوفوا راه جات غزاله، كذلك الحشوه الاخوات. هنا الاخوات راه مازال ما طافياش عليها الغاز، بغيتها تنسم ليا مزيان بداك التوابل وبداك الكفته وداك الشيء. غادي نزيد واحد مقدار واحد جوج معالق نتاع المعدنوس. غادي ندير واحد شويش المعدنوس للطاجين. الطاجين تاعي راني طفيت عليها الاخوات. غادي نزيد واحد جوج معالق حتى 3 نتاع الفرماج اللي محكوك. هنا الاخوات تقدروا تستغناو عليها ولا تعوضوها بواحد جوج معالق نتاع الجبن. غادي ندير الحشوه نتاعي هكذا في هذا البول، ولكن الاخوات غادي نقلبها في طبسيل حيت بغيتها تبرد ليا دغيا. غادي نرجع الحشوه نتاعي لهاد الطبسيل هذا الاخوات، كما قلت لكم بغيتها تبرد لي باش نبدا نعمر البريوات نتاعي والسيجاره. الاخوات راهم من نفس الحشوه. هاد الحشوه راه كتجي غزاله تبارك الله، عطات كميه كثيره. هنا الاخوات غادي ندوز للصلاد نتاعي. عندي واحد العلبه د المايس، عندي واحد شويش نتاع اللوبيا حمراء، واحد الحبه نتاع خيزو محكوكه في الحكاكه الغليظه، وعندي المكور مقطعه رقيق الاخوات، واحد جوج معالق د المعدنوس، واحد الياغورت مسوس، واحد ربع معلقه نتاع الملحه، واحد جوج معالق نتاع الحامض عصير الحامض،
واحد المعلقه نتاع المايونيز الاخوات، ومقدار واحد 2 معالق نتاع زيت الزيتون، واحد ربع معلقه نتاع الابزار. وغادي نخلط السلطه نتاعي. هاد السلطه راه كتجي لذيذه وزوينه ودغيا كتوجد. الصلاة على النبي غادي نخلطها مزيان. غادي نديرها هكذا نيشان في الطبسين تاعها. غادي نقطع عليها واحد البيضه كيف ما كتشوفوا. انا كنشارك معكم الاخوات داكشي بسيط، نتوما كيبقى لكم الاختيار. هنا الاخوات غادي ندوز للحشوه نتاع البطبوط نتاعي. عندي واحد العلبه د المايس، عندي واحد 2 حبات نتاع خيزو اللي محكوكين في الحكاكه الغليظه، عندي تما الخس مقطعه رقيق، عندي الزيتون، وعندي واحد 2 معالق نتاع المعدنوس، عندي واحد شويش نتاع السوريمي قطعته رقيق حتى هو كيف ما كتشوفوا. عندي واحد العلبه نتاع الطون نتاع الزيت، درتها بها بالزيت نتاعها. غادي ندير غير شويش نتاع الملحه الاخوات حيت هادشي كامل مالح. غادي ندير شويش د الابزار. عندي 3 الحبات نتاع البيض كنقطعهم غير هكذا مرصوات غلاظ. غادي ندير واحد المعلقه نتاع الحامض، عصير الحامض الاخوات. وغادي ندير المايونيز مقدار واحد 3 المعالق. المهم الخليط اللي باش المقدار اللي يجمع لكم هذا الخليط هذا. هنا الاخوات غادي نخلط بيديا لان كيخصني داك الطون نفرتو هكذا بيدي، وداك المايونيز شي شويش هكذا قاصح. الحشوه نتاعي واجده، غنبدا نعمر في البطبوط نتاعي. انا راني عمرت، بغيت غير نشارك معكم هكذا واحد الحبات. كنعمر البطبوط نتاعي مزيان الاخوات. كندير له من الوجه هكذا واحد شويش نتاع الفرomage. الاخوات العجين د البطبوط راني فايت لي شاركته معكم في التحضيرات اللي قبل. بالنسبه للاخوات اللي بغاو يشوفوا الطريقه من الاول للتالي يرجعوا للفيديوهات اللي قبل. الصلاة على النبي الاخوات. البطبوط نتاعي راه واجد. البطبوطه الاخوات وصلاد كندير لهم البابي الفيلم لي مونطيغ الاخوات وكنخليهم باش كيبقاو لي هكذا رطيطبين. هذه هي النتيجه النهائيه نتاع البطبوط نتاعي، راه جا غزال. كندير له كما قلت لكم البابي كويسون هكذا باش الفيلم لي مونطيغ سمحوا لي باش كيبقى رطيطب. هنا الاخوات دزت البريوات من بعد ما بردات ليا الحشوه. اخوات انا راني كنزرب كنعمر 3 في دقه كيف ما كتشوفوا. الطريقه راه كتساعد بزاف باش كتوجدوا واحد الكميه اللي كثيره في واحد الوقت اللي قليل. شوفوا الاخوات البريوات تهلاو فيهم في الحشوه باش كيجيو زوينين، ماشي كيجيو غير الورقه بوحدها. الطريقه الاخوات نتاع الطويان راها باينه وموضحه كما كتشوفوا. درت الحشوه ماشي الفوق كاع، يعني هبطه شي شويش، وكنبدا نهز داك الجنب وكنبدا ندير على شكل مثلث كما كتشوفوا. انا راني غادي نولي نعاود لكم هاد الطريقه هذه باش الاخوات اللي اول مره غيطويو البريوات تكون عندهم الصوره واضحه. كنحيد داك الزوائد وكنسوديها الاخوات البريوات نتاعي بالماء والدقيق. هنا البريوات نتاعي راهم واجدين كما كتشوفوا. كنحيد داك الزوائد وكنسودي البريوه نتاعي بالماء والدقيق. الماء والدقيق ما ديروهش جاريه الاخوات، ديروه شي شويش ثقيل باش ما يعذبكمش.
صافي الاخوات كنكمل بنفس الطريقه. غادي نزيد نشارك معكم واحد 3 واحد اخرين، نشارك معكم الطويان تاعهم باش تكون الصوره واضحه. كما كتشوفوا راه عندي داك الجنب هذاك كنقول لكم راه خاوي، هو اللي به كنبدا على شكل مثلث وكنبقى ماشيه كنلف وكنشكل البريوه تاعي. راه الصوره واضحه الاخوات. كنبقى مكمله بنفس الطريقه. اخوات ما تخرجوش على الشريط باش يجيكم المثلث نتاعكم مقادد. هنا شوفوا الصوره الاخوات واضحه هنا اكثر. الصلاة على النبي الاخوات كانت ماشيه بنفس الطريقه حتى كنكمل الكميه كامله. غادي نشارك معكم هنا طويان تاع السيجار. هاد السيجار الاخوات درتهم صغيورين بزاف، المهم بقيت معاهم حتى كملتهم. قطعت الورقه على شكل مثلثات، كندير الحشوه تاعي الفوق، كنبدا نلف جنابهما الولا وكنمشي للوسط وكنرولي وكنسودي بالماء والدقيق. غادي نكمل بنفس الطريقه كيف ما كتشوفوا. كنطوي جنابهما الولا وكنبدا نلوي السيجار نتاعي ونسودي داك الطرف التالي والصلاة على النبي كيكون عندي السيجار نتاعي مقادد. المهم الاخوات راه نفس الحشوه نقدروا نشكلوا منها بزاف نتاع الحويجات. غادي نكملها الاخوات. هنا كملت البريوات والسيجار نتاعي، غادي ندوز نقليهم. نقول لكم من الاحسن يداروا في الفران حيت مقليين كيجيو ميدمين بزاف. انا غير كنت مزروبه شي شويش داكشي علاش قليتهم. المهم قليت السيجار نتاعي. هما من ناحيه مقليين كيعطيو واحد اللوين مزيون، ولكن حنا كنفضلوا الصراحه يكون في الفران. كاين الناس اللي كيفضلوا القلي، حنا كنفضلوا الفران. راني مقاتله معاهما الاخوات. غادي ندير البريوات نتاعي. هنا الاخوات غادي نوريكم السيجار كي جا من الداخل. الصراحه راه جاو مقرمشين غزالين والحشوه كيف ما شفتوا راها فنه. هنا الاخوات البريوات نتاعي تقلاو راهم واجدين. انا درت الاخوات داك البينيو وداك الشبيكه هكذاك باش يتسقطروا ليا من الزيت. هنا الاخوات غادي نشارك معكم سلطه فخوي اللي دغيا دغيا. قطعت هكذا واحد الحبه البنان، واحد الوحده تفاح، واحد الحبه ايجاص، واحد الياغورت بمذاق الفاني. كنديرهم هكذا في الكويسات، كنخلطو نديرهم في الكويسات. انا الاخوات زينتهم هكذا بهاد الفواكه المجففه. نتوما تقدروا الاخوات ديروا لهم اي حاجه بغيتو. هنا غادي ندوزو للعصير. هاد العصير الصراحه كيجي زوين. عندي واحد جوج حبات نتاع البنان، وعندي هنا التشينا الاخوات اللي انا منقياه ودايراه في الكونجيلاتور مجمد. عندي واحد جوج معالق هكذا كبار نتاع السكر، تقدروا تستغناو عليها. ودرت الماء وطحنت الاخوات. تقدروا تصفيو هذا العصير الا كانت المونينيكس ما كطحنش مزيان. انا هنا راه عندي كطحن مزيان ما صفيتوش. العصير كيجي غزال. هنا الاخوات وصلنا لنهايه الفيديو. الطبيله نتاعنا واجده الاخوات كما كتشوفوا. هذا البطبوط نتاعنا. كنتمنى الاخوات الفيديو يكون خفيف على قلبكم وينال الاعجاب نتاعكم. متنساوناش من البارطاج، اللايكات، التعاليق نتاعكم. الاخوات قلت لكم البطبوط خصو يبقى هكذاك مغلف باش يبقى رطيطب. البريوات الطاجين نتاعنا، الحريره الاخوات راه جات غزاله. المره الماجيه كما قلت لكم ان شاء الله نشارك معكم حريره بطريقه اللي صحيه اكثر. هذه هي الطبيله د الفطور نتاعنا الاخوات. المهم الاخوات هذا هو العصير نتاعنا.
راه جا خاطر وزوين. هذه هي السلطه الاخوات. هنا الاخوات غادي نشارك معكم دابا التيراميسو من بعد ما جبتها من المجمد. انا خليتها الاخوات غير بردت غير واحد شويش، تقدروا تخليوها اكثر من هكذا راه غتشد راسها اكثر. جربوا الاخوات هاد التيراميسو راه جات فينا. المهم الاخوات الفيديو نتاعنا وصل النهايه نتاعو، كنتمنى ان شاء الله نكون خفيفه على قلبكم. مع السلامه الى الفيديو الماجي ان شاء الله.